السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهارده مخلل الخيار ومخلل الشطة او الهالوبينو. هنعملهم مع بعض ميكس. عملنا مع بعض قبل كده مخلل الكرنب والجزر. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. بس يلا قبل ما نبتدي في الطريقه بتاعتنا، انزلوا اعملوا لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركه معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. معانا اول حاجه هريسه من الشطه. دي عباره عن شطه وملح مضروبين في الكبه. هناخد منهم معلقه كبيره على جزرتين كبار مبشورين ونقلبهم مع بعض. هنحتاج من 5 ل6 فصوص توم، هنقطعهم طرنشات وننزل عليهم على خليط الجزر والشطه. معايا هنا الخيار والشطة، هنقطعهم طرنشات او تقدروا تخللوهم صحاح براحتكم. هننزل بطبقة من الجزر، ومعاهم ورقة من اللورة. بعد كده هننزل بقى بالمخلل بتاعنا بالتناوب كده، طبقة من الخيار وطبقة من الشطة، واخر طبقة هننزل بطبقة من الجزر. الجزر هنا هيحافظ على القرمشة بتاعة المخلل وهيديله تست جميل. هنروح بقى نعمل المحلول الملح بتاعنا. معايا كوبايتين من المية يكونوا مغليين من قبلها وتسيبيهم يبردوا، او او كوباية من الفلتر. هننزل عليهم بمعلقتين كبار من الملح ومعلقة كبيرة من السكر ونقلب لحد ما يدوبوا. اخر حاجة هنضيف ربع كوباية من الخل ونقلب، وبعد كده نضيف محلول الملح بتاعنا بقى للخيار. كده تكون المخلل بتاعنا جاهز للتخليل. هنغطيه بكيس من اكياس التلاجة ونحطه على رخامة المطبخ لمدة 3 ايام. بعد كده هندخله التلاجة، هيقعد من اسبوع ل10 ايام وتبدأوا تاكلوا منه. بس كده بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يلا الحقوا اعملوه علشان هنستعمله في وصفات جاية مع بعض. لو الفيديو عجبك اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركة، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم.